يا مساء الخير عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهارده ان شاء الله في فيديو النهارده هنعمل مع بعض طريقة الطحينة الخام في البيت. ليه نشتريها غالي لما ممكن نعملها بمكونين وبس في البيت وبطريقة صحية وهتدينا كمية كبيرة جدا. يلا بينا مضيعش وقت ونبدأ وصفتنا للنهارده. وصفة النهارده احنا معانا 3 كوبايات سمسم، وانا افضل يكونوا محمصين، كوباية من الفول السوداني المقشر المحمص، وطبعا 3 كوبايات من كوبايه ونص قصدي من الزيت، يعني نص مقدار السمسم. وطبعا ده هننزل بيه تدريجي مش كله لحد ما الوصفه تلف معانا. تمام، يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا وصفتنا. اول حاجه معايا المطحنه، هنطحن مع بعض السمسم بالتدريج. طبعا سمسم محمص ممكن تشتريه جاهز، وممكن تجيبي السمسم الابيض وتحمصيه عادي زي ما انتي حابه. وبكده نكون طحنا كل المكونات مع بعض. هنضيف كده كل المكونات اتطحنت وبقت كويسة جدا. انا بس عايزة اوريكم السمسم وهو مطحون بيبقى شكله عامل ازاي. شايفين ناعم خالص ازاي؟ بفضل اطحن فيه خالص لحد ما يبقى يا جماعة شبه يعني العجينة، يبقى خلاص الطحن ناعم جدا. انا كده بروح طفي عليه، فاتحة عليه المطحنة، بتبقى طحنته مش محتاج اي حاجة. ليه بقى احنا بنطحنه جامد كده؟ عشان يبقى سهل علينا واحنا بنضربه بعد كده. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنجيب الدورق بتاعنا اهو، وهناخد شوية بشوية من الخليط بتاعنا وهنحط في الدورق. ليه شوية بشوية؟ علشان ما يتعبناش في الضرب، عشان الخليط لو لقيناه خفيف شوية نضيف له سمسم، كل ما يخف معانا شوية نحط له سمسم. ده هيسهل عليكي عملية الضرب. تمام، احنا كده ضفنا جزء من كمية السمسم، هنحط عليه جزء من كمية الزيت، مش كل الزيت، جزء بسيط. تمام، وهنشغل الخلاط بتاعنا. تمام، اثناء الضرب احنا هنشيل القطعة دي، ولو احتاج زيت هنضيف وهو شغال. ليه بقى وهو شغال؟ ليه؟ لان احنا لو طفينا ورجعنا شغلنا تاني الخليط هيفصل، الزيت هيفصل عن الطحينة، زيت الطحينة هيفصل. نقول بسم الله.
الخليط لانه كان خفيف، وهنرجع تاني نضرب تاني. هنفضل نضرب فيه بالتكرار كده لحد ما نحس ان الخليط اتجانس. وبكده يكون الخليط بتاعنا جاهز. تعالوا مع بعض نشوف القوام بتاعه عامل ايه. عايزه اوريكم يا جماعه، شايفين القوام؟ شايفين بسم الله ما شاء الله الطحينه نازله معايا عامله ازاي؟ احنا مش عايزاها تتقل اكتر من كده، لان انا لما احطها في التلاجة هتتقل اكتر من كده بكتير. تمام. شايفين الطحينه نازله ما شاء الله عليها عامله ازاي؟ ولا نشتريها من بره ولا ندفع فيها فلوس كتيره، حاجه احنا عاملينها بايدينا في البيت، حاجه من مكونات احنا عارفين هي ايه، مش مغشوشه، نستخدمها في اي وقت. هنحطها في برطمان ونستخدمها طول السنه، مش هيحصل لها اي حاجه خالص. احنا دلوقتي هحطها لكم في معيار عشان نشوف كيلو الا ربع سمسم عمل قد ايه معانا طحينه. شوفوا يا جماعه، انا تقريبا مستخدمه نص كيلو سمسم وزي 800 جرام سوري 8 كيلو فول سوداني بقى، والزيت عملوا معانا يعني قولوا مثلا 900 ملي، يعني كيلو طحينه. شوفوا بقى كل الطحينه بره بكام، وطبعا مش هتبقى بالجوده ولا النظافه بتاعه البيت. واحب تعتمدوا الطريقه وان شاء الله هتحبوها. اللي عجبه الفيديو ما ينسانيش في اللايك. بحبكم في الله. باي باي.